طلاب الخامس العلمي، السلام عليكم. عندنا قوانين ضعف الزاوية، والنصف الثاني من المحاضرة راح ناخذ قوانين نصف الزاوية. هاي ضعف الزاوية بس قانونين، هن 6 ما ادري 5 رشقتهن حسب ما نحتاجه بالأمثلة. فليش تاخذ قوانين أكثر من اللي تحتاج؟ هسه أنت ايش تحتاج قلبي؟ هاي العلاقة الذهبية ساين تربيع زائد كوساين تربيع يساوي 1 بشرط اللي بنفس الزاوية، مثل ما نعرف من المتوسطة لحد الآن. عندنا اليوم قانون الساين 2 اكس يصير 2 ساين اكس في كوساين اكس، يعني هاي الزاويه 2 اكس حتى تصير 1 اكس ب1 اكس تروح مره للساين مره للكوساين. فاذا ساين 2 اكس هو 2 دائما، هاي ثابته مال القانون، هذا قانون قلبي. وكوساين 2 اكس هو كوساين تربيع ناقص ساين تربيع للاكس الواحده. زين استاذ ايش وقت استخدمهم؟ من انطيك ساين الفا واريد ساين 2 الفا، كوساين 2 الفا. طبعا استاذ انت ناطيني وحده زاويه ثيتا مثلا واريد 2 ثيتا، طبعا نستخدم قانون هاي تقرا الفا. بسم الله. اول شيء هذا مثال 17 راح احله طبيعي، وبعدين نجي نطلع المعطيات المطلوبه من السؤال، المطالب والمعطيات. هذا المعطى يقول اذا كان ساين الفا 4/5 والزاويه بين الصفر والتسعين ربع اول، اذا ساين الفا وكوساين الفا وتان الفا موجبات، فاحسب ضعفهم. اول شيء احنا نقول نستخدم العلاقه الذهبيه دائما، قلنا بالبرمجه الفكريه اول شيء قانون العلاقه الذهبيه، ساين تربيع الفا زائد كوساين تربيع الفا يساوي 1. تربيع الساين هو 4/5 تربيع زائد كوساين تربيع الفا يساوي 1. تربيع البسط والمقام 16/25 زائد كوساين تربيع الفا يساوي 1. ننقل قليبي 16/25 يصير سالب، يصير كوساين تربيع الفا يساوي 1 ناقص 16/25. بعد كبرنا، مو مال متوسطة، أول متوسط نقعد نوحد مقامات، الواحد كل ما يجيني بالجمع والطرح امسحه واكتبه نفس المقام 25/25، لين 25/25 ايش قد؟ 1. غيرت الشكل، حافظت على المضمون العلمي للمسألة. حيلة. إذا كوساين تربيع الفا يساوي المقام توحد، بس أقول 25 ناقص 16 9. يا عيوني جذر الطرفين ما احط موجب سالب لان عرفنا الاشاره ربع اول، فنقول موجب، فنقول جذر الطرفين كوساين الفا يساوي 3/5 موجب ربع اول، موجب يعني ربع اول. حلو، صار عندي الساين وصار عندي الكوساين. اوكي، صار عندي الساين وصار عندي الكوساين. خلينا نطلع التان ايضا. تان الفا هو ساين الفا على كوساين الفا، اللي هو 4/5 الساين والكوساين 3/5. مقام ويا مقام يختصر، يمكن اختصار مقام ويا مقام. اذا طلع موجب للربع اول، 4/5 موجب ربع أول، كلهن موجبات بالربع الأول. هسه نبدي بموضوعنا اليوم، التحويلات. شو نقول له؟ خلينا نجيب لون مميز البرتقالي. نقول له ساين 2 الفا يساوي 2 ساين الفا كوساين الفا. حلو، إذا ساين 2 الفا 2 عيوني بس تعويض، والقرآن بس تحفظ القانون وتعوض. ساين الألفا جيبوها هياتني 4/5، كوساين الألفا اللي أنت طلعتها قليبي 3/5. هاي اعطيها مقام واحد حتى اضرب بسط في البسط في البسط، مقام في المقام. شو يساوي؟ 2 في 4 8، 8 في 3 24. صعبة عليك؟ حلو. 3 في 4 12، 12 في 2 24، 5 في 5 25. بس القانون تحفظه. زين نجيب الاحمر ونجرب الكوساين. بالله
نشوف قانون الكوساين 2 ألفا، كوساين تربيع ألفا ناقص ساين تربيع ألفا. ذني القانونين أهم قانونين بالسادس قسما بالله. بالفصل الأول يجوك، وبالفصل الثالث يجوك مبرهنترول، وبالفصل الرابع يجوك. حتى سؤال مال وزارة الفصل الخامس احتاجيتهم للعلم، يعني كل كتاب موجودات. فذني القانونين والعلاقة الذهبية ذني تحطهن بجيبك، ذني قصاصة وتلزقهن بالغرفة مالتك تعيش وياهن. إذا كوساين 2 ألفا كوساين تربيع ألفا ناقص ساين، هذني قوانين ضعف الزاوية. ضعف الزاوية تنشطر إلى شطرين. حلو. إذا كوساين 2 ألفا كوساين تربيع ألفا وينك؟ عندي الكوساين. حلو ما يخالف. 3/5 تربيع ناقص، والساين ألفا 4/5 تربيع. إذا 9/25 ناقص 16/25. نطرح وناخذ إشارة الأكبر. 9 ناقص 16 سالب إشارة الكبير 7. لا حد يقول لي مربع أول ليش طلع سالب. قلبي هاي التغيير بالزاوية، انقلبت الزاوية رأسا على عقب. كانت 2 ألفا صارت 1 ألفا. هاي قوانين ل 2 ألفا. فإحنا من نقول ربع أول نقصد على الساين والكوساين مال ألفا وحدة ما لها علاقة 2 ألفا. نجر خط. وأخيرا نقول له تان. بعد ليش ما كتبت قانون التان؟ أنا أقول لك ليش. لأن دائما تان 2 ألفا نقدر مثل المنهج، والمنهج يجحله يعني، ترى مو أنا دا أغير بقوانين وما أدري شنو، لا. تان 2 ألفا أكتبه ساين 2 ألفا على كوساين 2 ألفا. إيش قد قيمة الساين؟ 24/25. وإيش قد قيمة الكوساين؟ -7 كوساين 2 ألفا -7/25. 25 مقامين، واحد يطير الثاني، هاي مقام وهاي مقام. السالب يصير وسطي دائما ما ينكتب بالمقام. 24/7. هذا كل ما موجود بمثال 17 باستخدام قوانين ضعف الزاوية. قلبي طلاب، يعني أنا قفزت بالأمثلة رأسا رحت ل20 لأن يخصون هاي القانونين. بعدين راح أرجع على 19 و18 اللي هم قوانين ضعف الزاوية. قليبي باع علي يقول بين أن هذا الطرف يساوي هذا الطرف، فأكيد راح نبدي بالطرف الأيسر left hand side. اللي ضوج من الرموز مال الرياضيات يكتب الأيسر ويسكت ولا يصنف ولا يحكي ولا يحكي على جماعة الرياضيات ومدرسين الرياضيات. دير بالكم استاذ بقى تصنيف اصنف عليكم. يلا الحمد لله والشكر. عيني كوساين أس 4 ناقص ساين أس 4 يصرخ يصيح فرق بين مربعين قوسين، فرق بين مربعين قوس موجب. الطرف اليمين هسه راح نعوفه. شنو هاي الاي على راسها نايمه؟ قلبي هاي لكل، مو اي على راسها نايمه، هاي لكل. يقول لي كل اكس عدد حقيقي، يعني هاي اعداد حقيقيه مو تخيليه. يقول كوساين، ايش الضروره العلميه مالك علاقه، مو تدخل بالمساله. كوساين تربيع اكس على 2 بكوساين تربيع اكس على 2. قوس موجب قوس سالب فرق بين مربعين. ساين تربيع اكس على 2 والساين تربيع اكس على 2 يساوي مثل ما ندري ساين تربيع زائد كوساين تربيع لنفس الزاوية هي العلاقة الذهبية وتساوي 1. تم. ساين تربيع زائد كوساين تربيع، ومثل ما ندري كوساين تربيع ناقص ساين تربيع نضرب الزاوية في 2 يصير كوساين 1، يصير كوساين 1 كوساين تربيع ناقص ساين تربيع يصير كوساين 1 و2 في الزاوية، نضرب الزاوية في 2. بعد كوساين تربيع بكوساين تربيع كوساين 2 اكس بدون تربيع بدون تربيع، 2 و 2 تروح، 1 في أي مقدار يساوي كوساين اكس ويساوي رايت هاند سايد. تم. خلص مثال 20 تفاصيله شوفوا زين قليبي. هسه ارجع احل لكم مثال قبل 19 و18 تكمل كل الامثله الخاصه بمواضيع الزوايا.
طلاب، عندنا قوانين نصف الزاوية، يعني ساين اكس وكوساين اكس. من اريد الزاوية 2 اكس اضربها في 2، اقول جذر 1 ناقص كوساين 2 اكس 1 زائد كوساين 2 اكس. نفس القانون بس الساين سالب، ساين سالب كوساين موجب، نفس القانون. كوساين ضعف الزاوية، يعني هاي الزاوية باي على 8 ما نعرف نحسب الساين مالتها، بس اذا اضربها في 2 يصير باي على 4 ونعرف قيمتها اللي هي 45. فشلون اضرب الزاويه في 2؟ لازم استخدم قانون. شو اقول؟ اقول ساين، هذا مثال 18، ساين باي على 8 يساوي جذر الساين سالب 1 ناقص ساين 2 في الزاوية. حتى تعرف قانون نضرب الزاوية في 2 نستخدم هذا قانون أبو الجذر على 2 دائما. زين، من أريد أضرب الزاوية في 2 أستخدم قانون أبو الجذر. إيش وقت أضرب الزاوية في 2؟ من تجيني مثلا باي على 8 أضربها في 2 حتى أختصرها تصير باي على 4. من يجيني باي على 12 أضربها في 2 حتى تصير باي على 6 اللي أعرف قيمهم. إذا الزوايا اللي أقدر أحلهم هي ال 45 باي على 3 باي على 6 ل 30 وهاي 60. ذني الزوايا ممكن حلهم. ال 8 ال 12 ما أقدر أحلها، فلازم أستخدم هذا القانون. أختصرها قلبي تصير ساين باي على 8 تساوي تحت الجذر، الجذر للبسط والمقام ترى 2، 1 ناقص ساين 2 ويا 8 باي على 4. ومثل ما ندري ساين ال 45 والكوساين مالها دائما شو يساوي؟ ساين باي على 8 يساوي 1 على جذر 2، 1 ناقص 1 على جذر 2 والمقام 2. أكبر هذا جذر 2 خاف ما يبين عندكم بالتصوير. تعلم التكنيك إذا أكو بالبسط والمقام مقام نضرب البسط والمقام نفس المقام، يعني تحت الجذر أضرب فيه جذر 2 على جذر 2 اللي هو 1 وأوزع كلهم أضربهم نفس المقام. ساين باي على 8 يساوي تحت الجذر جذر 2 في 1 جذر 2 عيوني، جذر 2 في 1 على جذر 2 يختصر يبقى 1، وجذر 2 في 2 2 جذر 2 الحل مالته. جذر 2 ناقص 1 على 2 جذر 2 لا يمكن جذرهم، لا يمكن حلهم كلهم بالتفاصيل. اكو خطوة بالكتاب هو ضايفها، فأنا هم هسه راح أضيفها لكم، خاب بالمدرسة ينقصوكم، لأن تعرف اكو هاي شو يقول مو اكو بالمقام صار عندي جذر 2، فارجع اضرب البسط والمقام في جذر 2 على جذر 2 مرة ثانية حتى اتخلص من هذا الجذر 2، حتى ما يصير بالمقام عدد غير نسبي مثل الجذور. ايش راح اسوي؟ اقول ساين باي على 8، حتى بالكتاب يستخدم نفس هذا التكنيك ما نضرب البسط والمقام نفس المقام. جذر 2 في جذر 2 بس 2 بدون جذر، جذر 2 في 1 جذر 2، جذر 2 في جذر 2 2، جذر 2 في جذر 2 2 في 2 4. هسه اقدر اجذر البسط والمقام، جذر المقام 2 وجذر البسط ما ينجذر اللي هو 2 ناقص جذر 2. هذا حل نصا مثل حل الكتاب. نجي نحل اللي وراه اللي هو كوساين باي على 8. كوساين نفس الحل بس الإشارة تختلف، أنت هم حاول تحله وحدك. فنقول كوساين باي على 8 أريد أضرب الزاوية في 2، فأستخدم قانون الجذر اللي هو 1 زائد كوساين 2 في باي على 8 على 2 دائما مع القانون. 2 ويا 8 نختصرها فيصير كوساين باي على 8 يساوي تحت الجذر 1 زائد كوساين ال 45. أحله بالتفصيل على كيفي حتى أنتم بعد تعرفون. كوساين باي على 8 يساوي تحت الجذر 1 زائد كوساين ال 45، 1 زائد 1 على جذر 2 قيمة كوساين ال 45 على 2. راح أضرب أول مرة البسط والمقام جذر 2 حتى أتخلص من هذا المقام، بعدين أضرب جذر 2 حتى أتخلص من الجذر 2.
يساوي جذر. هاي العملية كلها تحت الجذر، جذر 2 في 1 جذر 2. جذر 2 في 1 على جذر 2 يختصر يصير زائد 1. 2 في جذر 2 2 جذر 2. هسه للتخلص من الجذر اللي تولد من المقام هم ارجع اضرب في جذر 2 على جذر 2 ويساوي الحل النهائي 2 في جذر 2 في جذر 2 2 في 2 4. هاي كلها تحت الجذر. خلينا نطول الجذر. جذر 2 في جذر 2 2 فقط زائد جذر 2 في 1 جذر 2. أجذر البسط يبقى نفسه ما ينجذر لأن أكو جمع وطرح، والجذر ما يتوزع على الجمع والطرح. دير بالك جذر الأربعة 2 فقط طلع نفسه، بس الإشارة الوسطية مالتهم تختلف. هذا مثال 18. قلب الطلاب، وآخر مثال بالمحاضرة مثال 18. كل الأمثلة لا أتصور هذا مثال 19. خلي أشوف. أي هذا مثال 19 الأخير، مثال 19 قبل كان 18 أحسب. مثال 19 20 حليتها قبلهم. هذا آخر أمثلة. 105 ما عندي زاوية 105 فنضربها في 2 تصير 210. فلازم نستخدم قانون أبو الجذر حتى نقدر نضرب الزاوية في 2. شو يقول القانون؟ يقول ساين ال 105 هذا بنظام الدقري قبل كان بنظام الباي يساوي تحت الجذر الساين سالب 1 ناقص كوساين دائما 2 في الزاوية المعنية اللي هي 105 درجة على 2 ما لها علاقة بالفيلم. فيصير ساين 105 درجة يساوي، راح احله بالتفصيل لان بالكتاب ما واضح. 1 ناقص 2 في 105 راح يصير عندك كوساين 210 على 2 درجة. ال 200 بيا ربع شباب، هاي الأرباع قدامك اللي لازم نعرف الربع. هذا الصفر، هذا ال90، هذا ال180 وهذا ال270. ال210 هنا بالربع الثالث. ومثل ما تدري بالربع الثالث كل ساين تان، بس التان موجب، ولكن الساين والكوساين إشاراتهم سوالب مثل ما درسنا بالدروس السابقة. المهم إذا هذا ربع ثالث والإشارة مالته سالبة. ليش؟ لأن راح نحوله ساين 105 هو جذر 1 ناقص كوساين 180 زائد 30 على 2 ما لها علاقة، كله درجة درجة لأن نظام دقري دا استخدم 60. ركزوا وياي عيوني. ساين 105 تحت الجذر. هاي الاثنين ما لها علاقة، هذا الواحد ما له علاقة، هذا السالب ما له علاقة. الربع الثالث قلنا أول شيء نحط الإشارة سالب مال كوساين ونقول فقط كوساين ل 30 180 نغطيها. إيش قد كوساين ل 30؟ الساين مال 30 نصف والكوساين جذر 3 على 2. سالب في السالب عيوني موجب السالب جذر 3 على 2 وهاي 2 جذر 3 على 2. حتى أتخلص من المقام بالبسط والمقام نضرب البسط والمقام في 2 على 2 ويساوي تحت الجذر كل هذا الحكي 2 في 1 2 زائد 2 في جذر 3 على 2 نختصر نبقى بس جذر 3 2 في 2 4. يمكن جذر المقام ولا يمكن جذر البسط. الله خلاص. خطوات ثابتة ترتيب ملاحظات. ربع ثالث شلون صارت هاي الإشارة؟ هاي مال الربع الثالث إشارة الكوساين. يلا عيوني هسه على الكوساين نجي. قانون الكوساين بس الإشارة تصير موجبة نفس الحل هم أنت جرب قبلي. كوساين 105 درجة هم باعتباره إعادة إلك وواحد زائد الكوساين. دائما كوساين القانونين كوساين بس بالإشارة يختلفون. 2 في الزاوية 105 على 2 قلنا ما لها علاقة. كوساين 105 درجة تحت الجذر 1 زائد كوساين 2 في 105 210 على 2. مثل ما ندري 210 بالربع الثالث يساوي بعد ما اكتب كوساين تعبت
1 زائد يصير كوساين 180 زائد 30. 180 زائد 30 ايش قد؟ 210 ويساوي تحت الجذر 1 زائد يصير كوساين 30 فقط، وراح اخلي له اشاره لان الكوساين بالربع يصير سالب. هاي من الربع الثالث، ربع ثالث، لان 210 بالربع الثالث على 2 ما لها علاقه تحت الجذر. 1 ناقص كوساين 30 قلنا جذر 3 على 2، والاثنين ما لها علاقه. اضرب البسط والمقام ب2 على 2 حتى اختصر المقام، ويساوي 2 في 1 2 ناقص 2 في جذر 3 على 2 تختصر تبقى بس الجذر 3. 2 في 2 4. يمكن جذر المقام ولا يمكن جذر البسط، لا يمكن توسيع الجذر على عملية الجمع والطرح. تدربوا عليهم زين قلبي، خاف يجوكم امتحان نصف السنة إن شاء الله. هاي كل ما موجود بالتمارين لحد تمرين 20. أشوفكم بخير وأتمنى لكم الموفقية.